السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناة فيسيرا كويزين. اليوم جبت لكم وصفة تقليدية جزائرية، كسكس بالمرق الابيض ياسر بنينة. تابعوا معي الفيديو خطوة بخطوة وان شاء الله تعجبكم الوصفة. لا تنسوا ان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. يلا نبدأ على بركة الله. بالنسبة للمقادير: دجاج، لحم، بصل، ثوم. للخضار: بطاطا، جزر، لفت، جريوات، حمص، رأس فلفل حار. أما بالنسبة للتوابل: فلفل أسود مع فلفل أبيض، كركم، راس حانوت، ملح وقليل من القرفة. نقوم بفرم البصل والثوم معا. نبدأ أولا بإضافة الزيت، ثم ملعقة من الزبدة، ثم نضيف اللحم أو الدجاج أو الاثنين معا حسب المتوفر، والكمية على حسب عدد أفراد العائلة. والآن بعد ما اللحم والدجاج نتاعنا تقلاو مليح وأخذوا اللون الذهبي، نقوم بإضافة البصل والثوم معا. هنا نحركهم جيدا ثم نخليهم يتقلاو على نار هادئة. هنا نروحوا للتوابل، حيث نضيف راس الحانوت، فلفل أسود مع فلفل أبيض، ثم نقوم بإضافة الكركم. نضيف ملعقة من الملح. أما بالنسبة للقرفة، هنا القرفة نديرو عود من الأحسن، ما تكونش بودر، به اللون تاع المرق ما يكحلناش. بالنسبة للحمص، أنا الحمص نحب نطيبه وحده ونقوم بإضافته في الأخير. ندير شوية ملح ونطيبه وحده. الآن نضيف ماء ساخن ونغلق الكبوت ونترك الدجاج واللحم يطيبوا. والآن في هذه المرحلة بعد ما طاب الدجاج واللحم نحيهم به نضيفوا الخضر. الآن بعد ما نحينا الدجاج نديروا له قليل من الزبدة وندخلوه للفرن يتحمر. الآن في هذه المرحلة نضيف الخضر، اللفت، بطاطا والجزر. أما بالنسبة للجريوات نخلوها في الأخير، كما نعرفوا الجريوات طيب في ساعة. هنا بعد ما الخضر نتاعنا طابوا نقوم بإضافة الجريوات، نضيف معاها رأس فلفل أخضر حار باش يعطينا بنة الحرارة، وكذلك نضيف الحمص اللي كنا طيبناه في الأول باش يدي البنة تاع لاصوص. نخلو جميع الخضر يطيبوا مع بعض. هنا الخضر نتاعنا راهي طابت كامل، لاصوص تاعنا راهي جاهزه. الدجاج تاعنا صار جاهز بعد ما حمرناه في الفرن. والان نروح لطريقه تحضير الكسكس. في اناء نضع الكسكس، انا استخدمت كيلو كسكس، ثم نضيف له القليل من الزيت، ثم نبدا نضيف الماء. نغسل الكسكس تاعنا جيدا ثم نقوم بالتحريك جيدا. الآن بعد ما درنا الماء للكسكس نقوم بتصفيته في كسكاس، صفيوه مليح من الماء اللي راهو فيه حتى يتقطر كامل. الآن خليو الكسكس نتاعنا في كسكاس يكتر من هذاك الماء كامل وينشف شوية. من بعد نقوم بإضافة الكسكس في قصعة أو في إناء واسع، ثم نقوم بإضافة قليل من الزيت ونحرك ونخلط الكسكس نتاعنا جيدا به الزيت يدخله. الآن في هذه المرحلة نترك الكسكس نتاعنا ينشف مليح، نغطيوه ونخلوه يريح باش نفوروه التفويرة الأولى. هنا بعد ما ريح الكسكس نتاعنا مدة ونشف تماما من الماء، تشوفوه يولي خفيف، هنا نفوروه التفويرة الأولى. نفرغه كامل في كسكاس نخلوه يتفور. هنا الكسكس نتاعنا بعد ما تفور التفويرة الأولى نفرغه في القصعة، ثم نقوم بإضافة قليل من الزيت، ثم نضيف الماء. في هذه المرحلة نبدأ بإضافة الماء تدريجيا، ما نكثروش ياسر به ما يتعجنش.
حتى نحسوا بالكسكس نتاعنا تشرب داك الماء. وفي هذه المرحلة نضيف الملح. الآن نضيف الماء أيضا. أنا الكسكس تاعي حسيته مازال ناقص ماء، حتى تشوفي الحبة اللي ارتعدت. الآن نقوم بتحريك الكسكس جيدا. كما راكم تشوفوا راهو سخون. كان قدرتوا تحركوه بيديكم مليح وتلقاو كسكس معجن، افتحوه بيديكم ونخلطوه حتى نشوفوا كل حبة عرت وحدها. هنا نخليو الكسكس نتاعنا يرتاح، نغطيوه ونخليوه مدة حتى يتشرب كامل الماء ونشوفوه خفيف، باه نفوروه التفويرة الثانية والأخيرة. الكسكس نتاعي راني نفور فيه التفويرة الثانية. انا باه نعرف الكسكس نتاعي تفور لي، شوفوا البنات كندير يدي الكسكس ما يلصقليش فيها، هنا معناها الكسكس نتاعي راهو جاهز. في هذه المرحلة بعد ما تفور الكسكس تفويرة ثانية نفرغه في القصعة. ثم نقوم بإضافة الزبدة تاع نصمغو بها الكسكس نتاعنا. نضيف الزبدة في الكسكس وهو ساخن باه الزبدة تدخل لنا في الكسكس نتاعنا، والكسكس نتاعنا راهو جاهز. وهكا نكون حضرنا معا كسكس بالمرق الأبيض، طريقة تقليدية وسهلة. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. شكرا لكم على المتابعة، وإذا جربتم الوصفة شاركوني رأيكم في التعليقات. شكرا لكم.